ثورة نروح المسألة الثانية. زوجة، أم، جد، بنت. وأين تدخل هذه المسألة؟ تدخل في إطار الوضع الأول. في إطار الوضع الأول لو كتغلظ ديال الكلاسمون سوف تخطئ في الفريضة يقينا. إلا قتداو سوا صافي. الوضع الأول الزوجة كم ترث؟ 1/8. الثمن. لماذا؟ لوجود البنت الفرع الوارث المؤنث. الأم كم ترث؟ كيف السدس. أيغر لوجود الفرع الوارث البنت، خاطر الأم قلنا ترث السدس في صورتين. الصورة الأولى عند وجود جمع من الإخوة أو الأخوات، والصورة الثانية عند وجود الفرع الوارث مطلقا. إذن الجد كم يرث؟ أرجو سمحي كان تكسر سياقي خاطر الحوجة شوط الحيز. هذا الجد هذا يورث السدس زائد عين أنعمه لوجود الفرع الوارث المؤنث. خاطر ميسني قموثن ميسمي قموث يجد يليس ذي يليس نميس تسا ذيني مي الجد يبوس زيادة يسعى سيني فرنياس يكسا ذاكي يسعى فرنوس مزوارو صاحب فرض انسيزيام سدس. يسعى فرنوس ويسين صفة ثانية عاصب أيغر لوجود الفرع الوارث المؤنث للمورث. البنت كم ترث؟ النصف. فرع أصل المسألة شحال؟ دائما 24 دقيقة. الزوجة ثمن 24 شحال تدي؟ 3 ثمن 24 3. الأم كم ترث؟ سدس 24 4. الجد كم يرث؟ سدس 24 4 زائد انظر ما شو إلان انظر ما شو إلان. البنت كم ترث؟ صاحت والشطرين 12. خاطر النصف 24 12. نحسب 3 زائد 4 يساوي كام؟ زائد 4 يساوي كام؟ زائد 12 يساوي كام؟ 23. شحال يقيمن؟ إذا أخذ مكة أدو لون آخر زائد 1. صافي شحال يدي الجد؟ 5. المجموع 4 زائد 1 يساوي 5. اسميس ديجا ميس نميس يوي 4 كان مادام ذيلي سنميس أذياوي زيادة 5 رياوي صافي ميل 24 مليار. الزوجة تساوي 3 مليارا. الأم تساوي 4 مليارا. الجد أذياوي 5 مليارا. يلي سبوينا يموتن أتورث 12 مليارا. نمسفهم؟